واحد بيحكي وبيقول انا اتقدمت لواحده جواز صالونات وقرينا الفاتحه، هي بتشتغل في شركه حلوه قوي ومن ضمن اسباب الارتباط بيها هي انها مرأة عامله. المهم بعد ما قرينا الفاتحه بقول لها مرتبك كام، حسيت انها زعلت ورفضت تقول وقالت لي دي حاجه خاصه بيا، بابا وماما بس اللي يعرفوها، ورفضت تتكلم عن اي تعاملات خاصه بالنواحي الماديه. انا كنت عاوز اعرف لاكتر من سبب، احنا المفروض هنتجوز بعد سنه ونص، فعاوز اعرف متوسط دخل البيت انا وهي هيبقى كام عشان نحدد التزاماتنا بعد الجواز والمستوى اللي هنعيش فيه. وكمان كنت عاوز اعرف منها بالنسبه للمشاركه في المصاريف والالتزامات هنمشيها ازاي بيننا، لان زي ما قلت انا خطبتها بعد ما عرفت انها بتشتغل عشان مش عايز اعيش ايام سودا بعد الجواز والضغط كله يبقى عليا. انا دلوقتي فكرت ان انا اسالها بكل صراحه الزياره اللي جايه عن كل التفاصيل دي، ولو رفضت او قالت اي حاجه تانية غير انها توافق هنهي الموضوع عشان ما اضيعش وقت ومصاريف على الفاضي. وعلى فكره في الفتره اللي احنا فيها دلوقتي ما ينفعش تعيش بمرتبك بس وتفتح بيت، لازم الزوجه تشتغل وتساهم معاك في المصاريف بمرتبها. وبيقول بقى هل كده طبيعي وانا صح ولا في حاجه غلط مش طبيعيه في كلامي؟ لان بصراحه مش فاهم ايه الهدف ان الشخص يخبي حاجه زي كده عن اللي هيبقى